لدينا المعادله ديال الاغلبيه الاقليه. فهذا الاخ هذا كيقول كلام. هذا الاخ سميتو رشيد البلغيتي. رشيد البلغيتي ما كنت غتعرف امك وخالتك. لا 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 دعنا نلتزم يعني بأدب الحوار سيد عزيز. أنا أحتج من العار ومن العيب أن نسمع من مدير مهرجان يتحدث عن الثقافة وعن إنتاج القيم سبا وقذفا على المباشر. هذا ليس من العيب. من العيب. أنا أتكلم معك بكل أصول اللياقة. أرجوك تحدث معي بلياقة والأفكار. التطرح أفكار يا رجل. يا أخ عزيز الداكي لو سمحت يعني أرجاء التزم بأدب الحوار. أنا ما كنعرفوش هذا الأخ، ما كنعرفوش، ما عرفش الصفه ديالو، ولكنه معروف. ماذا كان ماشي مهم. سميتي رشيد البلغيتي وعندي صفه في هذا البرنامج، وانت ملزم انك تتكلم معايا بادب كما تنتكلم معك بادب. انا كنتكلم معك باحترام وكنقول لك الاستاذ عزيز الداكي مدير مهرجان موازين. ارجوك بقى على مستوى اللياقه. الله يخليك الله يخليك. وانا مواطن مغربي، تعرفني او ما تعرفنيش ماشي مهم. لا لو سمحت. نعم، لدي تعليق اخير. اولا أستسمح على حالة الانفعال، وهي ناتجة عن المستوى الثقافي العالي وإنتاج القيم الذي جسده مدير المهرجان في هذا البرنامج. فهكذا تكون القيم وإلا فلا.